نأتي الآن إلى نقطة أخرى تبين بشكل واضح وصريح كيف أن هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين كانوا يختلفون فيما بينهم. هذا يحكم بشيء والآخر يخالفه تماما. شاهد المصيبة كتاب إتحاف الخياس المهرة للبوصيري في المجلد الخامس صفحة 71. الحديث إسناد رواته ثقات. عن عبيدة قال: جاء عوين بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرض سابخة ليس فيها كلاء ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها. قال: إياهما وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد عمر وليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه. الله أكبر، ما هذه المصيبة! الخليفة الراشد عمر يتفل في الكتاب الذي كتبه الخليفة الراشد أبو بكر. لماذا؟ نكمل. فتدمر أي عيين والأقرع وقال له مقالة سيئة. الله أكبر، ما هذه الكارثة! هؤلاء قالوا للخليفة الراشد عمر مقالة سيئة، ربما سبوه وطعنوا فيه. كيف يقولون مقالة سيئة للخليفة الراشد بعد رسول الله؟ فماذا فعل عمر؟ فقال عمر: إن رسول الله كان يتألفكما، والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فجاهد جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما. الخليفة الراشد عمر يخالف الخليفة الراشد أبا بكر، فهؤلاء المساكين بمن سيقتدون؟ هل بالخليفة الراشد عمر أم بالخليفة الراشد أبا بكر؟ ومن معه الحق في هذه المسألة؟ هل عمر أم أبو بكر؟